السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد وصفي، والنهاردة هنكمل الكورس بتاع النود جي اس. النهاردة إن شاء الله هنبتدي نشتغل على البروجكت بتاعنا. البروجكت بتاعنا زي ما احنا كنا اتفقنا هنعمل بروجكت عن النودز، وهتبقى ببساطة هنعمل كذا اند بوينت أو كذا راوت. واحد منهم هنقدر نزود بيه نود جديدة، التاني هنقدر نعدل على نوت، والتالت هنمسح نوت، والرابع هنشوف كل النوتس اللي موجودة عندنا. النهارده لو رجعنا الفيديو اللي فات هنلاقي ان احنا كنا اتكلمنا على الفولدر ستراكشرز، وان احنا ممكن النهارده نختار الفولدر ستراكشر التاني اللي هو بيبقى بيست على الفيتشرز. فاحنا هنا هنعمل النوتس فولدر بتاعنا، وبعد كده جواه ممكن نعمل الراوتس، ونبتدي نشتغل على اول راوت لينا. طيب نعمل هنا نيو فايل، وده ممكن نسميه ال create node.js. لما نيجي نعمل اول راوت لينا، لو رجعنا بصينا هنا على index.js هنلاقي ان طريقة عمل الراوت كانت ببساطة هي ان احنا بنستخدم الاب، وبعد كده بنعمل مثلا الجيت فانكشن او البوست على حسب نوع الراوت بتاعنا، وكده ده بيبتدي يرجستر الراوت بتاعنا مع اكسبريس، ونقدر بعد كده ان احنا مثلا نروح بوست مان ونستخدم ونقدر نستخدم الراوت الجديد بتاعنا. طيب لما نبتدي بقى ان احنا نقول لا انا مش عايز يبقى استخدم الراوت من الاب نفسه، وعايز ان هو يبقى محطوط في حتة لوحده بعيد عن الاب، وبعد كده اقدر اعمل له امبورت واستخدمه بالاب. هنشوف مع بعض الطريقة دي بتمشي ازاي. الطريقة ان احنا نعمل بيها راوت هي ان احنا هنعمل امبورت ل اكسبريس زي ما احنا عاملين في الاندكس، وبعد كده بعديها هنعمل هنا الراوتر بتاعنا ونسويه باكسبريس راوتر. ده هنا بيديني هاندل ان انا اقدر اعمل راوت موجود، وبعد كده هنشوف ازاي هنقدر ان احنا نضيفه في المين ابليكيشن بتاعنا. طيب زي ما اتفقنا ان لما بنيجي نعمل اي كرييت للريسورس، في الحالة دي بتاعتنا النودز، بيفضل ان احنا نستعمل البوست ميثود. فاحنا هنستعمل هنا البوست، وهيبقى هنا سلاش عادي، وبعد كده الفانكشن بتاعتنا اللي فيها الريكوست والريسبونس، وبعدين نبتدي ان احنا نجيب الداتا بتاعتنا من الريكوست. فلو عملنا هنا constant body request.body، ولو وقفنا كده لحظة وابتدينا نفكر في النوتس مفروض ان هي يبقى فيها ايه. لو بصينا على النوتس ممكن نقول ان هي تبقى ممكن فيها تكست، فممكن نقول ان الريكوست بتاعنا شكلها يبقى عامل حاجة زي كده، تبقى الجيسون اوبجكت، وبعد كده جواه هنا التكست او نوت، وبعد كده this is a test note. طيب فمعنى كده ان احنا لو جبنا البادي بتاعنا، وبعد كده نقدر هنا نيجي نقول ان النوت بتساوي البادي دوت نوت، فكده بقى عندي النوت بتاعتي في الفاريبل بتاعي، وبعدين هنيجي نبعت الريسبونس دوت send، او ممكن في الحالة دي نخليه بقى جيسون بقى عشان نتعامل خلاص بالجيسون، ونبعت هنا مثلا message ونقول node created. انا عارف ان احنا لسه ما استعملناش النود بتاعتنا لغاية دلوقتي، بس احنا عايزين نفكر ازاي هنقدر نسيف النود بتاعتنا. لو جينا فكرنا في الطريقة اللي احنا بنسيف فيها الداتا في الابليكيشن، بيبقى عندنا كذا طريقة. في اول طريقة اللي هي الان ميموري سيفنج، اللي هي ان انا سيف الحاجة في الميموري بتاعت الابليكيشن طول ما الابليكيشن شغال، طول ما الداتا بتاعتي هتبقى موجودة، ودي برضو ليها ميزة وليها عيب. تاني طريقة هي ان انا اسيف الداتا بتاعتي في فايل، وتالت طريقة اللي هي بتبقى الداتابيزز، او الطريقة اللي الناس دايما، او الطريقة المشهورة يعني اللي الناس كلها عارفاها. احنا علشان نبتدي دلوقتي نشوف ازاي ان احنا نعمل راوتس ونشتغل على الراوتس، فهنستخدم ابسط طريقة واسهل طريقة اللي هي الطريقة بتاعت الميموري. وعلشان نعمل كده، علشان يبقى البروجكت بتاعنا برضو زي ما احنا قايلين البروجكت منظم، هنعمل فولدر جديد جوه النوتس ونسميه السيرفيسز، وبعد كده ممكن نعمل هنا فايل جديد ويبقى اسمها node
nodes service.js. فكرة النودز service.js ده فكرتها بسيطة، ان احنا هنعمل عندنا هنا object عادي جدا، او نعمل ممكن هنعمل عندنا هنا فكرة النود service.js فكرتها بسيطة. هنعمل array، والarray ده هيبقى كل ما بيجي لنا نود جديدة بنحطها عندنا. فلو جينا هنا عملنا كده الاول constant ونقول هنا nodes ونسويه بالarray، وبعد كده خلينا نexport كده بقى عندنا النودز بتاعتنا. خلينا بقى نعمل function علشان تزود النودز. انا عارف ان احنا كده قد يكون اللي باين ان احنا بنعقرب الدنيا، بس هوريكم قدام ازاي لما بنكتب كود كويس ومنظم ومقسمين اللايرز بتاعنا. لان اللاير اللي احنا شغالين فيه ده دلوقتي ممكن نسميه البيزنس لاير، ومفصلين البيزنس لاير عن الراوت ومقسمين الدنيا بطريقة كويسة. ده هيساعدنا قدام ان احنا نقدر نبدل بقى الان ميموري داتا، ممكن نقول الداتابيز بتاعتنا الان ميموري هنبدلها بفايلات، وكمان نقدر نبدلها بداتابيز قدام. فاحنا هنعمل هنا فانكشن، الفانكشن دي هتبقى اسمها add node، وبكل بساطة هي بتاخد النود وتحطها في الاري وتسيفها. وبعد كده ممكن نعمل فانكشن تانية يبقى اسمها get nodes، ودي بترجع لي النودز بتاعتي. وبعد كده ممكن نعمل فانكشن تانية اسمها delete النودز. والdelete nodes ببساطة كل اللي هي بتعمله ان هي بتساوي الاري length بتاعنا بزيرو، وده يعتبر الايكويفالنت ل ان nodes بتساوي empty array. وبعدين زي ما اتكلمنا عن الجزئية بتاعت الموديولز في النود جي اس، هنيجي هنا الموديول ونعمل له export، ونعمل export للadd node والget nodes والdelete nodes. كده بقى عندنا 3 functions هنا هيساعدونا ان احنا نقدر نستخدمهم في الراوتس علشان خاطر ناد النود، وعلشان خاطر نجيب كل النودز، وعلشان خاطر ندليت النودز. لو رجعنا تاني هنا للاكسبريس راوت بتاعنا اللي هو الكريت نود راوت، هنيجي هنا وزي ما تعودنا نعمل import للنودز. نعمل هنا مثلا الاول add node، ودي هتبقى بتساوي require. وعلشان نوصل للفايل ده احنا جوه الراوتس فولدر، فمحتاجين نطلع فولدر فوق، وبعد كده نخش على السيرفيسز، وبعد كده بعد السيرفيسز نجيب الفايل بتاعنا اللي هو نود سيرفيس. ده كده جبنا كل حاجة موجودة في النود سيرفيس. فكده ممكن نستخدمها بطريقة من طريقتين، يا اما ممكن نعمل هنا نسمي ده اسمها nodes service، ونيجي هنا في اللي احنا المكان اللي احنا عايزين نزود فيه السيرفيس، ونقول nodes service.add node، وده بياخد النود بتاعتنا فنديله نود ونسيفها. دي طريقة من الامبورتس. الطريقة التانية هي ان احنا نimporт الفانكشن بتاعتنا على طول. فده معناه ان انا اقدر هنا اجي اقول الاد نود بتساوي الريكواير، نفس الكلام نروح للسيرفيسز فولدر والنودز سيرفيس، وبعد كده ندوس دوت بعد الريكواير ونجيب الفانكشن بتاعتنا ونسويها بالاد نود. فلو جينا هنا وعملنا كده add node وبعد كده نديها النود، الاتنين هيعملوا نفس الحاجة، مفيش preference ما بين الاتنين. احنا ممكن نستخدم الاد نود على طول طالما احنا كده كده مش محتاجين بقية الفانكشنز هنا، ونسيف الكلام ده. طيب احنا كده اللي وصلنا له ان احنا بقى عندنا هنا الراوت جديد في البوست. كل اللي بيعمله ان هو بيعمل parse للبودي، وبعد كده بيجيب النود من البودي، وبيستخدم الفانكشن اللي احنا عملناها في السيرفيس اللي هي بتاد النود، وبياخد النود وبعد كده بيرد على اليوزر وبيقول له ان النود اتعمل لها creation. احنا كده بقى عندنا الراوت ده. عايزين دلوقتي نشوف ازاي ان احنا نقدر نربطه بالاكسبريس ابلكيشن بتاعنا. لو رجعنا تاني للاندكس.js بتاعنا اللي كان فيه كل الراوتس اللي موجودة، ممكن نشيل كل الراوتس دي مش محتاجينها دلوقتي، وبعد كده نعمل import للراوت بتاع الاد نود. فهنا add
node ونعمل require، وهو جوه النودز routes create node. بس معلش ثانية، احنا هنا ما عملناش export، لازم الاول نعمل الموديول دوت exports الراوتر بتاعنا الجديد، وبعدين نيجي هنا كده بقى ال create node دي موجودة هنا، نسميها create node route. وبعد كده نقدر هنا نيجي نوصلها بالapplication. هنعمل app دوت use، وهنا ممكن نعملها مثلا create node ونوصل فيها ال create node بتاعتنا ونسيب الكلام ده. وزي ما احنا شايفين عشان احنا بنستعمل npm run dev النود من على طول بيعمل ريستارت للسيرفر بتاعنا. نروح بقى البوستمان هنا، وبعد كده نيجي نعمل الريكوست بتاعتنا ونجربها. احنا سميناها هنا create node، ناخدها copy وبعد كده نحطها في سلاش، وبعدين نحضر البادي بتاعنا، واحنا كنا مسميينها نود ونقول this is a test node ونبعتها. هنلاقي هنا ان هي المسج راجع لنا وبتقول النود created. طب هل احنا كده ضامنين فعلا النود created ولا لا؟ فخلينا نعمل طريقة تانية بان احنا نرجع للسيرفيس، وبعد كده بعد ما نعمل push للسيرفيس نعمل console.log للنودز كلها، ونقول هنا قبليها ان دي ال saved nodes علشان خاطر ان احنا نقدر نجرب ونشوف هل فعلا بيسيبها ولا لا. ممكن نغير الاسم هنا ونقول ده هنا create node في البوستمان، وبعد كده نجرب نسند الريكوست تاني. فلو جربنا عملنا send request هنلاقي هنا ال saved nodes بقت موجودة، وبقى عندنا this is a test node. لو جينا جربنا هنا وغيرنا وسمينا دي مثلا node 1 وعملنا send، هنلاقي ان هي اتسيبت برضو وبقت عندنا هنا node 1. طيب احنا كده خلصنا الجزئية بتاعت الاد نود. ممكن نقوم جايين عاملين new folder تاني، new file تاني، ونعمل مثلا get nodes.js، وبعد كده نعمل ال delete node.js. هنبتدي الاول بال get nodes، وبنسبة كبيرة هيبقى الموضوع copy و paste، بس يعني خلينا نكتبه بايدينا علشان خاطر نبتدي نفهم اللي بيحصل تاني. فنفس الكلام احنا هنيجي هنا هنعمل variable عندنا اسمه express، ونعمل import للexpress module، وبعد كده منه هنعمل router، هنقول express.router. كده بقى عندنا راوتر هنا، وبعدين الفانكشن بتاعتنا اللي احنا عملناها اللي هي الجيت نودز هنعمل لها require من السيرفيسز، وبعد كده النود سيرفيسز، وبعد كده هي اسمها get nodes، وبعدين نعمل الراوتر بتاعنا. علشان احنا هنا مش محتاجين ندي داتا، وكل اللي احنا محتاجين ان احنا نجيب داتا من السيرفر، فهنستخدم ال get request، ونفس الكلام هنعرف الفانكشن فيها الريكوست والريسبونس بتاعنا، وبعدين هنجيب النودز بتاعتنا من ال get nodes، وبعد كده نفس الكلام هنرجع النودز في البراوزر. هنا ممكن هنا نعمل نودز كده وترجع لنا النودز بتاعتنا. برضو نفس الكلام نروح نجربها في بوستمان، ونعمل هنا الأول ريكوست جديدة ونسميها get nodes، وبعدين localhost 3000 get nodes. بس احنا لسه معرفناش النودز بتاعتنا في الراوت في الاكسبرس ابلكيشن اقصد. فهنا هنعمل نفس الكلام، سوري الاول نعمل لها export، فيبقى الموديول دوت export الراوتر. اول حاجه نعمل export، وبعد كده بعديها نعمل لها هنا import،
get nodes. وبعدين نفس الكلام هنبتدي نعرفه هنا، يبقى ال get nodes route ونسيف، ونيجي هنا نجربها نلاقي ان احنا مش جايلنا حاجة. ليه ما جالناش حاجة؟ علشان خاطر زي ما احنا قلنا احنا الداتابيز بتاعتنا او الداتا ستورج بتاعنا هو in memory. فطول ما انا قاعد بكتب في الابليكيشن وهو بيعمل ريستارت للسيرفر، كل ما بيجي لما بيعمل ريستارت للسيرفر الداتا بتاعتي بتروح من الميموري، وبعد كده يعمل ريستارت يبتدي ميموري جديده فاضيه ما فيهاش حاجه ويعرف الفاريبلز تاني من الاول، فالنوتس تبقى فاضيه. فاحنا هنحتاج هنا الاول ان احنا نيجي نكريت نوت الاول ونلاقي ان النوتس رجع لنا، وبعد كده نيجي نجرب الراوت بتاعنا اللي هو get notes، وهنلاقي هنا ان النوت بتاعتنا زادت. وبعدين لو زودنا واحده تانية نوت 2، وبعد كده نجرب هنا تاني اللي هيبقى عندنا نوت 1 ونوت 2. طيب هنشتغل بقى على اخر راوت معانا وهو الديليت نوت، ونفس الكلام في المرحلة دي اعتقد هيبقى اسهل ان احنا ناخد كوبي لمعظم الحاجات اللي هنا ونبتدي نعدل عليها. ممكن نقفل بقية الفايلات نخلي معانا الفايل ده بس، وبعد كده هنا نجيب الديليت نوت من السيرفيس بتاعتنا services node service delete nodes، وبعد كده نعرف الراوتر بتاعنا function request response، وبعد كده كل اللي احنا عاملينه ان احنا هندليت النودز، هي اسمها نودز بالاس، ندليت النودز وبعدين نعمل الريسبونس تو جيسون ونبعت مسج نقول ان كل النودز اتمسحت. وبعد كده نروح لبوستمان تاني هنا ونقدر احنا نزود ريكوست جديدة نسميها delete nodes. التايب بتاعها هنا هيبقى delete علشان زي ما احنا شايفين احنا هنا معرفين الراوت بتاعنا ان هو delete، فهنماتش الراوت ده. وبعد كده نفس الكلام احنا لسه معرفناهوش في الاندكس بتاعنا، فهنا هنسميه delete nodes وناخد دي كده copy، وبعد كده نروح للفولدر تاني ونروح للاندكس بتاعنا هنا ونعمل import شوف الاول احنا عملنا export، لا لسه نعمل بقى الاول module.export بيساوي الراوتر، وبعد كده اجي هنا اقدر ان انا اقول delete nodes route بيساوي require، وبعد كده نجيبه من nodes folder الراوتس، وبعد كده delete node، وبعدين نقدر نعرفه هنا تحت برضو ونقول ان هو هنا delete nodes وبيكول delete nodes route. وبعدين نرجع لبوستمان ونجرب الفانكشن بتاعتنا، هنلاقيه هنا بعت لنا all nodes deleted successfully، بس زي ما احنا قلنا عشان السيرفر زي ما احنا شايفين عمل ريستارت كذا مرة، فمحتاجين الاول ان احنا نزود النوتس بتاعتنا. فنروح لبوستمان وبعد كده اكريت نوت الاول، دي هنا نوت 1 نسميها نوت 1 تاني و2، بعد كده لو جربنا الجيت نوتس هنلاقي هنا ان الجيت نوتس بتجيب لنا النوت 1 والنوت 2، وبعدين نجرب الديليت نوتس بتاعتنا، ولو عملنا ديليت لو رجعنا تاني للجيت المفروض ان هي ترجع لنا فاضية خالص. ده كان ازاي نعرف راوتس بالفولدر ستراكشر الجديد بتاعنا. بداية الشغل على البروجكت بتاع يعني نعتبره مثلا نوت باد، نقدر نزود فيه نوتس ونمسح نوتس، نمسح كل النوتس اللي عندنا ونمسح نوتس، وشوفنا ايه هو الداتا ستورج بتاعت الميموري. الفيديو جاي ان شاء الله احنا هنتكلم على ازاي بقى ان انا اسيف الحاجات دي في مكان في فايل ما، بحيث ان انا حتى لما السيرفر يتعمل له ريستارت الداتا بتاعتي تفضل موجودة. فده ان شاء الله هيبقى الموضوع بتاع الفيديو الجاي، ولو عندكم اي اسئلة او كومنتس اكتبولي واشوفكم على خير. مع السلامة.